السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. انا نورة حسن. لو بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسيش تشتركي فيها وتفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل اشعار باي فيديو جديد بينزل عندي، وتعملي لايك للفيديو لو الوصفة بتاعت النهاردة عجبتك وان شاء الله تعجبك. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عجينة الطعمية في البيت بكل سهولة. اول حاجة هنا كده معانا كيلو من الفول المدشوش، وطبعا بتبقي نقعاه في مية لمدة يوم. وكمان معانا راس من الثوم، وبصلتين كبار، وحزمة كرات، وشوية من حزمة البقدونس، يعني نص حزمة البقدونس كده. تمام. وبتحتاجي كوباية مية علشان هنضربهم في الخلاط. طيب، انت بتضربيهم في الخلاط، وبعد ما تضربيهم في الخلاط بكوباية المية بتبدأي ان انت تجيبي المصفى وتصفيهم، بحيث ان انت تاخدي كوباية المية دي تاني، اللي هي دي اللي حطيناها دلوقتي في الخلاط تاني. تمام. يعني بعد ما ضربتي اول كمية بتحطي طبعا عليها كوباية مية عشان تضرب معاكي سهل في الخلاط. فلما بتيجي دلوقتي نيجي ناخدهم من الخلاط هنصفيهم بالمصفى، وهناخد كوباية المية تاني اهو زي ما انتوا شايفه كده. هناخد كوبايه الميه اللي احنا حطيناها في الخلاط اللي ساعدتنا على تشغيل الخلاط يعني. تمام. ناخدها ونرجع نحطها في الخلاط، ونحط عليها كميه من العجينه بتاعه الطعميه الفول، ونضربهم في الخلاط كويس جدا. وبعد كده ناخدهم نصفيهم كويس زي ما انتوا شايفين من كوبايه الميه، ونشيلها. طبعا بصوا بقى بكل سهولة، يعني مفرومة ناعم جدا وحلوة جدا جدا. مش هتحتاجي بقى ان انت يبقى عندك المفرمة، ولا ان انت تتعبي نفسك. لا، اعمليها في الخلاط بكل سهولة في البيت، ووفري على نفسك كتير جدا. طبعا هتكيسيها وتشيليها في الفريزر عندك. فهي بتبقى بصوا ما شاء الله الكيلو ادانا كمية كبيرة جدا جدا. زي ما قلت لكم كيلو من الفول المدشوش عليه حوالي بصلتين، و راس توم، راس توم، وحوالي حزمة من الكرات، ونص حزمة بقدونس. بس كده، مش اكتر من كده. ده اللي انت هتحتاجيه، وكوباية المية علشان تضربي في الخلاط بيها، وتضربي وتاخديها تصفي العجينة بتاعتك، وتحطي المية تاني على بقية الفول علشان تفرميه. تمام. وهنا كده كنا خلاص كيسناها في الاكياس اهو زي ما انتوا شايفين. هي طبعا الاضاءة هي اللي عاملاها اللون الاخضر قوي ده. بس كده هتشيليها في الفريزر، طبعا تطلعي منها على الاستخدام على طول، بس يا دوب تفك معاكي، وبجد بيبقى طعمها حلو جدا واكنها فريش. وطبعا مفيش احلى من الحاجه البيتي. دايما خلينا متفقين على الحاجه دي. ويلا اشوفكم فيديو جديد على خير ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره بتشوفوني. بحبكم قوي. يلا سلام عليكم.